العاصمة هي الخرطوم الآن، لا علاقة بالتاريخ وأين كانت العاصمة. هذا أمر واقع. هذا أمر واقع. دعني أكمل. ليس أمر واقع. هذه مناطق عمليات. الحكومة موجودة في حكومة شمال كردفان، موجودة في غرب كردفان، موجودة في جبال النوبة. هناك حكام للولايات هذه التي ذكرتها لك، موجودة في مدينة الفاشر، موجودة في مدينة أم درمان. لماذا تغض الطرف بالنظر إلى كل هذا الوجود وتركز على أن الحكومة موجودة في بورسودان؟ حكومة موجودة في بورسودان وفق معطيات حربية عسكرية، موجودة في مروي، موجودة الوزارات موزعة في كسلة، في القضارف، في عدد من المدن السودانية. لماذا تركز على مدينة بورسودان؟ هناك حكومات موجودة في كل هذه الولايات، عوضا عن وجود وزارات اللي على الصعيد القومي في مدن السودانية. ذكرت لك كسلة وعبرة وشندي والقضارف وعدد من المدن، وياسر العطا هذا الذي تحدث هو موجود الآن في مدرمان العاصمة التاريخية. المنطق الذي تتحدث عنه عن وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم هذا غير صحيح. أنا أسألك سؤال، أين هو؟ لا، كيف غير صحيح يعني؟ ولو إذا العاصمة بالنسبة إليكم تحتلها بين قوسين وفق مصطلحاتكم ميليشيا متمردة، بيكون مش واقع يعني؟ بيكون الامر مش طبيعي انه يكون في مشكله؟ متى ستعلنون الانتصار؟ قل لي معالي الوزير، متى ستعلنون الانتصار؟ عندما تسيطرون على الخرطوم، عندما تعودون الى الخرطوم، الى القصور الرئاسيه والى المؤسسات الرسميه، وليس انتم في بورت سودان في الشرق السودان. انت هل تعلم اين هي قياده القوات المسلحه السودانيه يا استاذ عندما تتحدث بهذا المنطق؟ هل تعلم اين هي قياده القوات السودانيه المسلحه؟ القوات المسلحه السودانيه، أنا أجيب على السؤال، هي في قلب الخرطوم في مقرن النيلين على مرمى حجر من نهر النيل قبل ملتقى النيلين. هذه القيادة التي تدير العمليات العسكرية يا أستاذ. هذه هي القيادة العسكرية التي تدير شأن الوطن السوداني. عندما لا تستطيع الحكومة والرئيس ومجلس السيادة أن يتواجدوا في العاصمة، نكون أمام مشكلة حقيقية، أمام من تسمونها بالميليشيا المتمردة. يعني هذا واقع. أنا لا أعرف لماذا تنكر حضرتك معالي الوزير. يعني إذا ضليتوا ببورت سودان ممكن تنتصروا؟ يعني ممكن أن تنتصروا وتعلنوا الانتصار وأنتم في بورت سودان إذا العاصمة لا تزال تسيطر عليها ميليشيا متمردة وفق أوصافكم؟ لا تسيطر عليها ميليشيا. أنا سألتك وأسألك الآن، أين يوجد الفريق ياسر العطا؟ لماذا لا تريد أن تجيب على هذا السؤال؟ هو موجود في مدينة أم درمان وهي العاصمة القومية التاريخية للسودان. أين توجد القيادة العامة للقوات المسلحة؟ أين توجد القيادة العامة للقوات المسلحة؟ هي موجودة في الخرطوم، في ذات المكان الذي تأسست فيه. هناك مناطق نزاع بين الجيش الوطني وبين هذه الميليشيا المتمردة. صحيح. هذه الميليشيا المتمردة إن دخلت في أي عاصمة وليس عاصمة عربية، في أي عاصمة أوروبية، لسقط النظام منذ الليلة الأولى لدخول هذه القوات إلى تلك المناطق. هذه القوات أنا ذكرت لك أنها كانت موجودة حتى في مدينة بورت سودان، في كسلة، في القضارف، هذه المدن التي لا يوجد فيها ولا متمرد واحد حتى هذه اللحظة. هي كانت موجودة وفق المعطيات السياسية، وفق المعطيات التي أفرزت وجودها في الحياة السياسية والعسكرية. نحن سننتزعهم من الجسد الأمة السودانية الواحد تلو الآخر، كما انتزعناه من كل المدن السودانية التي غادروها وآخرها سنجا.